السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم، ايه اللي مخلي سي ام بانك مختلف عن بقية المصارعين؟ مختلف في غيابه، مختلف في رجوعه، وبالرغم ان هو قعد سنين اصلا بعيد عن المصارعة ومع ذلك الجماهير تقعد تهتف باسمه حتى وهو مش موجود، وبالذات اكتر في العروض اللي بتتعمل في مدينته اللي هي شيكاغو. مفيش عرض مدينة شيكاغو ما فوتتهوش الا ما كانت بتهتف باسم سي ام بانك. دي حاجة ما حصلتش حتى مع نجوم كبار زي سينا ولا زي ذا روك. إيه اللي يخلي الناس ما تهتمش بمشاكله وتروح وراه اي مكان هو بيروحه وتهتم باخباره اول باول؟ يعني لما راح الاي دبليو الناس كلها راحت وراه عشان تتابعه، وكان سبب في شهرة اتحاد الاي دبليو برضه، ولما رجع دبليو دبليو اي خلى فيه اغلبيه من الناس ترجع تتابع المصارعه تاني. فايه اللي مخليه مختلف كده عن بقيه المصارعين بالرغم ان انجازاته ما تجيش نص انجازات راندي اورتن ولا تريبل اتش مثلا؟ تعالوا احكي لكم ايه السبب وافكركم برضه بالبايب بومب اللي عملها، البرومو اللي قاله قدام جون سينا واللي غير فكر الناس عن شكل المصارعه، ومن بعدها سي ام بانك بقى لقبه البيست ان ذا وورلد. حابب افكركم ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. best in the world. سي ام بانك جه في وقت كانت الناس فيه بدأت تكره حاجة اسمها المثالية المفرطة، بمعنى ان الناس بدأت تزهق من شخصيات زي بتاعت سوبرمان وباتمان وعايزين يشوفوا شخصيات بتعافر وتحاول، وبقوا يميلوا اكتر لشخصيات زي الجوكر ويتعاطفوا معاها ويتأثروا بيها. وده نفس الفكرة اللي حصلت في المصارعة، ان الناس بدأت تكره فكرة ان جون سينا هو السوبر وهو اللي بيقضي على كل الاشرار، وكمان ان فينس ماكمان بيدي دفعات للناس ما تستحقش ويدفن مواهب تستحق. فالناس لقت في سي ام بانك ان هو الشخص اللي عرف يواجه المثالية المفرطة دي وعرف يتكلم بصوتهم وبيقول الكلام اللي هم عايزين يوصلوه. لقوا فيه الشخص اللي بيعافر عشان عايز يوصل، وان هو بيواجه الظلم اللي عمال يعمله فينس ماكمان. سي ام بانك كان دايما بيعترض على الحاجة اللي مش عاجباه، حتى ده لو كان هيجي عليه او هيأذيه في شغله، وده اللي خلى سي ام بانك يطلع عليه مصطلح المتمرد اللي دايما عامل مشاكل. سي ام بانك اظهر جزء من شخصيته الحقيقيه في البرومو اللي عمله قدام جون سينا في 2011 واللي حرفيا عمل قلبان في المصارعه. تعالوا نحكيه. في عرض الرو 27 يونيو 2011 كان في ماتش ترابيزات بين جون سينا وارتروس، واللي كسب في الماتش ده ارتروس بعد تدخل سي ام بانك علشان يساعد ارتروس ويخسر جون سينا. بعدها سي ام بانك خد المايك وراح عند المدخل بتاع المصارعين، والكل كان فاكر ان سي ام بانك هيتكلم عادي عشان الماتش بتاعه قدام جون سينا اللي هيبقى في ماني ان ذا بانك على حزام الدبليو دبليو اي تشامبيون. لكن الكلام كان عكس المتوقع. سي ام بانك راح مربع وراح قايل لجون سينا انا عايزك تسمعني وانت مرمي هناك، انا في حاجات كتير قوي عايز اقولها قبل ما اخد حزام الدبليو دبليو اي بتاعك بعد 3 اسابيع وامشي. انا مش بكرهك، بالعكس ده انا بحبك، يمكن انا كمان اكتر واحد بحبك عن اللي في الكواليس، بس انا كاره فكره دايما انك انت الافضل، لانك انت مش الافضل، انا الافضل، انا الافضل في العالم. حاجه واحده بس انت الافضل مني فيها. بصراحه انا دي مش هعرف اقولها، تعالوا نسمعها احسن. يعني بمعنى انت منافق لفينس ماكمان. وكمل سي ام بانك كلامه وقال له انت شاطر في الحركه اللي انت بتعملها دي زي ما كان بيعملها هالك هوجن، بس ما اظنش انك انت اشطر من زاروك، لان زاروك اشطر واحد فيكم. سي ام بانك ذكر الثلاثه دول جون سينا وزاروك وهالك هوجن لان هم الثلاثه دول كانوا واجهه الشركه، وكانوا بالنسبه لماكمان هم احسن مصارعين واكتر ناس بيجيبوا له فلوس، وهم دول بالنسبه له السوبر هيروز. وكمل كلامه سي ام بانك وقال ان هو كان مكروه من اول يوم جه فيه الاتحاد، ومفيش بس غير بول هيمن هو اللي شاف فيه حاجه مميزه وشاف فيه انه هو المستقبل، وان بول هيمن كان مدير اعمال بروك ليسنر، فقال انا همشي برضه زي ما بروك ليسنر مشي، بس انا هكون احسن منه لانه انا همشي بالحزام الدبليو دبليو اي بعد ما اخده منك. وقال كمان انا زهقت من افكار ماكمان الغريبه اللي عمال يعملها، وانا اثبتت لكل واحد هنا ولكل واحد في العالم خلال ال6 سنين اللي فاتوا ان انا الافضل على المايك والافضل على الحلبه، حتى كمان الافضل على طاوله التعليق، لكن انا بتعامل بصوره سيئه جدا وما بيتعمليش اي تسويق خالص. حتى انا مش موجود في البوستر بتاع راس المنيا، مش موجود حتى كمان في الانترو بتاع عرض الرو، ولا بطلع في الافلام، ولا بظهر في البرامج التوك شو بتاعتكم الغبيه دي. لكن اللي محسسني ان انا قرفان ان زاروك موجود في المين ايفنت بتاع راس المنيا. مش انتوا بتشجعوني دلوقتي اهو، وانتوا السبب يا جمهور اللي هيخليني ان انا امشي اصلا واسيب الاتحاد، لانكم كسولين جدا اصلا وما بتعرفوش تاخدوا وظايف. ويوم 17 يوليو لما اخد حزام الدبليو دبليو اي وامشي، يمكن اروح ادافع عن الحزام في اتحاد الرينج اوف اونر، او ممكن اروح اتحاد النيو جابان برو راسلينج. وزي ما قلت لكم انا همشي واسيب الاتحاد بسببكم، انتوا برضه هتفضلوا الاتحاد ده بتديله فلوس، وعجله الاستثمار والمكسب للاتحاد هتفضل شغاله. فينس ماكمان كسب فلوس كتير قوي وهو دلوقتي مليونير، هو المفروض كان يبقى ملياردير مش مليونير، والسبب في كده ان هو محاط بناس اغبياء معتوهين ما بيفهموش، زي عندكم جورن لوينايتس اللي بيحب يسمع ماكمان اللي عايز يسمعه. وانا اعتقد ان الشركه دي تتحسن بعد ما فينس ماكمان يموت، لكن بعد كده اللي هيتحكم في الاتحاد بنته الغبيه وجوزها الغبي وبقت عيله ماكمان الغبيه. تعالوا اما احكي لكم قصه عن ماكمان حقيقيه.
وبعدها فصلوا المايك عن سي ام بانك بعد ما كان هيحكي فعلا حاجه عن ماكمان، بس البرومو بتاعه كان جامد وقال كل كلمه كانت حقيقه فعلا هي كانت بتحصل، لان هو اتكلم مثلا عن زي ذا روك ان هو بيطلع في الافلام والبرامج، ولما رجع المصارعه بياخد على طول الحدث الرئيسي لعرض راس المنيا، وده بيعمل مشاكل بالنسبه للمصارعين كتير اللي هم بيتعبوا طول السنه وبيجتهدوا علشان ياخدوا لحظه او فرصه يتصدروا بيها حدث راس المنيا، ويجي حد ما كانش معاهم طول السنه ولا تعب ويوصل على طول لماتش المين ايفنت بتاع راس المنيا. وبرضه سي ام بانك عمل حاجه ممنوعه ان هو ذكر اسماء اتحادات تانية في الدبليو دبليو اي، وطبعا زي ما قلت لكم دي حاجه ممنوعه انك ما ينفعش تقول اسماء اتحادات خارجيه، وهو قال اسم اتحاد رينج اوف اونر الاساسي اللي مؤسس سي ام بانك، وقال برضو اسم اتحاد الان جي بي دبليو. الاتحادات دي ما كانتش معروفه قوي، بس هو خلى الجمهور يفتحوا عينيهم اكتر على الاتحادات اللي بره. وكمان لما جاب سيره جون لونايدس، هو فعلا شخص مش كويس خالص وله فضايح كتير جدا في الاتحاد. طبعا لما قال بنت فينس ماكمان هي اللي هتمسك الاتحاد من بعده هي وجوزها الغبي، طبعا كان قصده على ستيفاني ماكمان وجوزها تريبل اتش. من بعد البرومو ده سي ام بانك بقى النجم الاول بالنسبه للجمهور في الاتحاد، لكن هو ما كانش النجم الاول عند فينس ماكمان ولا الاداره، بالرغم ان كانت مبيعات سي ام بانك هي الرقم واحد في الاتحاد. ده غير كمان مشاكله مع تريبل اتش، ودي كانت سبب من الاسباب اللي خلت سي بانك يمشي ويسيب الاتحاد. لكن مشاكله مع تريبل اتش وفينس ماكمان لوحدها اللي وصلته ان هو فعلا مش طايق الاتحاد خالص ولا طايق المصارعه محتاجه تتحكي في حلقه لوحدها. وهنا انا اكون خلصت معاكم، سلام عليكم.